كل الناس معتمدين على الرواتب، هاي تجي الرواتب الناس كلها تشتري وتتبضع وتتسوى. بس يعني من تروح يومين ثلاثة من تخلص الرواتب كل من يجي ينفض جيبه، ها، وكل من يقعد عادين ينتظر لراس الشهر. زين الرواتب هسه ينقطوها تنقط، خطيه هسه احنا نشوف ايام الصيف واقفين الرافدين ما نازل، الرشيد نزل، الرعاية وقاعدين يروحون ويجون وماكو. ولذلك نشوف السوق متضعضع. يعني هذا كله يسموه يعني كساد تجاري صاير، لان ماكو سيوله، ماكو ناس كلها ما عندها سيوله على هالراتب هذا. ما تعرف يدفع ايجار، ما تعرف طبيب، ما تعرف يشتري بيه يتبضع بيه. فلا حول ولا قوه. ما جعل شنو الوضعيه سبب الركود وسبب تاخر الرواتب. تدري الناس تنتظر الرواتب تنزل او الرواتب يطلقونها، تاخير حيل عندك التقاعد، الرعايه، باقي الرواتب. قبل كانت الرواتب تنزل من يوم 15 و16 تبدي كجامعه، تنزل كتربيه يعني تواصل كجيش كشرطه كامور اتحاديه، يعني تنزل ناس ورا ناس، السوق يتحرك، الامور تتحرك، الحياه ماشيه طبيعيه، حركه ماشيه، الناس مستفاده، خير من الله. يعني هسه اصبحت ركود فدنوب، الرواتب قاعد تاخر يوم 26 يوم 27 يوم 28 وماكو رواتب. اليوم احنا اثنين بالشهر، رواتب الرعايه والتقاعد بعد ما نزلت، وهم دول اهل البيت على قولة الشياب. فما جاء شنو الوضعيه والامور. نطالب من الحكومه المحليه، من الحكومه اللي ببغداد، انه تمشي امور الرواتب، ترجع مثل النظام قبل، نزولها تدريجيا. يعني قبل كان السوق يبدي من يوم 15 حركه الى يوم تقريبا 15 والشهر الثاني، تجي الناس تنزل الرواتب، السوق تحرك، الامور تحرك، ركود حيل. ما اعرف الناس يعني دايخه، الوضع يعني وضع ما شاء الله ماشي الامور وزينه وهدوء. ها قاعد تصير زحمه شهر عن شهر، زحمه يعني قبل كان ابو الايجار احنا نودي له اياه، هسه قام ابو الايجار هو يجي طالبنا. حركه تعبانه بشكل، يعني بالسوق حيل تعبانه ميت حركه السوق عامه من صلاح الدين وبالعراق، او بغداد يشكي، او بالشمال يشكي، او سليمان يشكي، الخارج يعني يقول لك انت ما تسحب، سحب كمواطنين قليل. ما تعرف شنو السبب، سبب تاخير الرواتب، سبب الامور اللي والله بطيبه. هسه تقريبا السوق صار عندنا هنا احنا يعني بس راس الشهر يتحرك، من راس الشهر يصير حركه ويصير سوق. فهذا الشهر ما اعرف اكو داعي انه اكو رواتب او ماكو رواتب، فالسوق يعني راس الشهر ولحد الان راكد، يختلف عن الاشهر اللي قبلها. ركود قوي هذا الشهر يعني. والله الحمد لله عايشين، هاي كل من يشتغل على قد شغله، يعني ابو عماله وابو تاكسي وابو محل، بس الشغل راكد ركود يعني مو طبيعي. تدري الناس ما جاي تستلم رواتب، تاخرت الرواتب مال الرعايه، وطبعا يصير ركود بالسوق. طبعا طبعا طبعا.